في الغابة المظلمة والمهجورة، كان هناك منزل قديم مهجور ومهمل لسنوات عديدة، ويقال إنه كان يسكنه أحد الأشخاص الغامضين الذين اختفوا دون أثر. مع ذلك، يقال إن هذا الشخص مات في المنزل وأصبحت روحه تطارد أي شخص يجرؤ على الذهاب إلى المنزل. وفي يوم من الأيام، ذهبت مجموعة من الأصدقاء إلى الغابة للاستمتاع برحلة مغامرة. وفي نهاية اليوم، وصلوا إلى المنزل للمهجور وقرروا دخوله للتحقق من الشائعات التي يسمعونها عنه. عندما دخلوا المنزل، شعروا بالبرودة والظلام يحيط بهم، وقد سمعوا أصواتًا مرعبة وغير طبيعية، وكأن هناك شيئًا يتربص بهم. وفي لحظة ما، بدأت الأضواء تتقلص وتتوهج بشكل غير طبيعي، وتوقفت الأصوات المرعبة للحظة قصيرة. لكن بعد ذلك، بدأوا يسمعون أصوات أقدام تتقدم نحوهم، ولم يكن هناك أحد غيرهم في المنزل. فجأة، ظهرت روح الرجل الغامض أمامهم، وكان ينظر إليهم بعينين حمراوتين تشعلان النيران، وهو يبتسم بشراسة. فرقعت الأضواء والنوافذ، وانطلقت الأشياء عبر الغرفة، وعندما عاد الضوء، اختفى المنزل والأصدقاء معه. ولم يكن هناك شيء سوى الظلام والصمت في الغابة المظلمة. تدور الشائعات الآن حول المنزل المهجور، ويقال إن أي شخص يدخله يتعرض لنفس المصير الرهيب الذي واجهه أصدقاؤنا. إذا استمتعت بالقصة، فنحن نتمنى أن تضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة للحصول على المزيد من القصص المثيرة والمرعبة. ولا تنس مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك إذا كنت تعتقد أنهم سيستمتعون بهذه القصة. شكرا لمشاهدتكم.